في كل مدينة ورا الزحمة والأنوار في حكايات محدش بيتكلم عنها، حكايات مستخبية في الضلمة، في أماكن محدش بيبص فيها. يمكن تكون عديت جنب قاتل قبل كده، يمكن شفت وشه بس ما عرفتوش. اللي هحكيه دلوقتي مش مجرد قصة رعب، دي تذكرة إن الخوف ساعات بيبقى منطقي. الخوف ليه منطق. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان اللي جاي تقيل. أنا اسمي دانيال روس، وشغلي إني بصور الموت. زي ما سمعت كده، بصور جثث. مش باختياري والله، بس الدنيا جابتني كده. كنت شغال مصور حر في جرايد محلية، بس بعدين بدأت أصور أماكن الجرائم. الفلوس أحسن، والناس الميتة ما بتتحركش، ما بتتكلمش، وما عندهاش اعتراض. بس من 3 شهور جالي تليفون غير حياتي كلها. واحد بيقول إنه الضابط لانجلي، عمري ما اشتغلت معاه قبل كده. قال لي عندنا حالة ضروري، الضحية اسمها كلارا بينت، شارع هولو ستريت، شقة 9. صوته كان غريب، بارد، كأنه بيقرأ من ورقة. سألته مين اداك رقمي؟ قفل السكة في وشي. تاني يوم الصبح جالي اتصال رسمي من القسم، نفس الحالة، نفس العنوان، نفس الضحية، بس من ضابط تاني خالص. شارع هولو ستريت ما كانش مكان حد بيعيش فيه باختياره، كله مصانع، والريحة هناك كلها صدى حديد ومطر. العمارة كانت ضيقة، 6 أدوار، والشبابيك سودة من التراب. وأنا طالع السلم كل خطوة كانت بتصرخ تحت رجلي. الأنوار بتقطع وتنور، والظل كان بيتحرك متأخر نص ثانية كده، حاجة مش طبيعية. شقة 9 كانت آخر الممر، بابها مفتوح وشريط أصفر حوالين المدخل. دخلت، مفيش صوت، لا ضباط ولا أجهزة ولا همس، هدوء خانق. الجدران كلها كانت مليانة مرايات، مش ديكور، لا، متعلقة بدقة، كأنها عاملة دايرة بتواجه نص الأوضة. وفي النص كانت كلارا قاعدة، شعرها قصير، لابسة شيك، إيديها على حجرها وعينيها مفتوحة، وعلى شفايفها ابتسامة صغيرة، كأنها شايفة حاجة إحنا مش شايفينها. مفيش دم، مفيش كدمات، مفيش مقاومة، بس المرايات كانت وضعها غلط. كل انعكاس ليها كأن راسها ملفوف شوية ناحيتي. اتحركت يمين بصت عليا، اتحركت شمال برضو بصت عليا. دخل الضابط لانجلي ورايا وقال مش باين عليها التعب صح؟ شكلها شافت حاجة حلوة قبل ما تموت. ما ردتش، لأني في المراية ورا الكرسي شفت ظل طويل رفيع راسه مايلة. ببص ورايا مفيش حد. بالليل وأنا برفع الصور على الكمبيوتر، كل صورة كان فيها حاجة مش طبيعية. في واحدة عينيها سودة بالكامل، واحدة تانية في شكل واقف وراها مش واضح من غير ملامح، لكن آخر صورة جمدت الدم في عروقي. كانت بتوريني أنا واقف ورا كلارا، بمسك الكاميرا وببص في المراية، بس أنا كنت لوحدي وقتها. كلمت الضابط لانجلي، قال لي ما تقلقش، يمكن انعكاس من أوضة تانية، بس أنا كنت عارف إن في حاجة غلط. الميتا داتا قالت إن الصورة اتصورت الساعة 3 الصبح، وأنا كنت سايب الشقة الساعة 9 بالليل. بعدها ب3 أيام بدأ الخبط، 3 خبطات ببطء على بابي، كل يوم
3 الفجر بالظبط. في الأول قلت يمكن عيال بتهزر، بس كل مرة أفتح الباب مفيش حد، بس الريحة ريحة خشب مبلول، نفس ريحة هولو ستريت. تاني يوم الصبح لقيت مراية متشققة مسنودة على بابي. الليلة اللي بعدها عدسة كاميرا، والتالتة صورة ليا وأنا نايم في سريري. من بعدها بطلت أنام. فضلت أقلب في الهاردات القديمة يمكن ألاقي حاجة شبيهة، ولقيت فولدر مش أنا اللي عامله، اسمه شقة 9، جواه صورة واحدة. لما فتحتها كانت بتوريني أوضتي من ورايا في نفس اللحظة. اتلفت بسرعة، مفيش حد، بس انعكاسي في التلفزيون المقفول ما كانش بيتحرك معايا. اتأخر نص ثانية وبعدين ابتسم. رجعت الهولو ستريت. كان لازم أعرف. العمارة فاضية، لا شريط ولا قفل ولا حتى دليل إن حصلت جريمة. كسرت الباب، كل حاجة كانت مختلفة. مفيش فرش، مفيش مرايات، غير واحدة كبيرة مشروخة قدامها كرسي، والتراب على الأرض متلخبط كأن حد كان هنا قريب. رفعت الكاميرا ومن العدسة شفتها، كلارا واقفة ورا الكرسي بتبتسم. شفايفها اتحركت بهدوء، بس قريتها. انت خدت مكاني. حسيت بحاجة ساقعة على رقبتي، زي ايد. لفيت بسرعة، مفيش حد، بس انعكاسي في المراية كان لسه واقف مش بيتحرك. وبعدين رفع الكاميرا وصور. بعد أسبوع الجيران بلغوا الشرطة عن ريحة غريبة من شقتي. لانجلي نفسه اللي دخل. الباب مفتوح، الكاميرات مرمية، وكل الأجهزة شغالة. الفيديو الأخير كان باين فيه أنا قاعد على الكرسي ببص في الحيطة. ساعات عدت وأنا ثابت، وبعدين الساعة 3 بالظبط وقفت ومشيت ناحية المراية واختفيت. الكاميرا اتحركت لوحدها وراحت متوجهة ناحيتها، وفي المراية كانت كلارا حية بتتنفس وماسكة الكاميرا وبتصورني. القضية اتأيدت اختفاء، وبعد شهرين المبنى كله ولع واتهد. مفيش ناجين، بس لحد النهاردة الناس اللي ساكنة قريب بيقولوا إنهم بيشوفوا فلاشات ضوء في نص الليل، كأن حد بيصور في الضلمة. ولو ركزت كويس ممكن تسمع 3 خبطات ببطء الساعة 3 بالظبط. الناس دايما بتسأل هو إيه اللي يخلي حد يعمل كده؟ الحقيقة مفيش حد بيتولد شرير، بس الخوف والغضب والوحدة بيكسروا جوانا حاجة، ولما الحتة دي بتتغير الشخص اللي كنا عليه بيختفي، وساعتها تبدأ القصة الجديدة. لأن الشر عمره ما بينتهي، هو بس بيستنى.